هتكلم عن اشهر شكوى بتقابلني من الاباء والامهات بخصوص ابنائهم: يا دكتور انا ابني دروسه بتوجعه طول الليل وما نامش، هو بيحصل معاه كده ليه؟ بيحصل كده بسبب اشهر سبب في طب الاسنان وهو التسوس، والتسوس في المرحله دي بيكون وصل لعصب. ايه ده يا دكتور، هي الاسنان اللبنيه فيها عصب؟ طبعا، امال هنعمل ايه يا دكتور، ده الوجع عنده مستمر. لازم الاول اسالك هو ابنك او طفلك عنده كام سنه. لو هو عمره مثلا من 3 ل 4 سنين، وقتها لازم نعالج كل الاسنان اللي فيها مشكله او بتوجعه، لان لسه موعد تبديل الاسنان لسه بدري عليه. اما لو سنه اكبر شويه من 5 الى 6 سنين، بنهتم اكتر بالضروس الخلفيه، لان هي اللي لسه وقتها لسه ما جاش ميعاد تبديلها. اما لو سن امامي، بنصور عليه اشعه ونشوف لو السن اللي تحتيه قرب يطلع، وقتها بنخلع السن اللبني الامامي واحنا مطمئنين. يا دكتور انت بتقول هنعالج الاسنان اللبنيه، واحنا بنعالج الاسنان اللبنيه بالادويه مثلا؟ لا، احنا متفقين من قبل كده ان علاج الاسنان لا يتم بالادويه، وانما بيتم بالتدخل الطبي المناسب من طبيب الاسنان، وده عن طريق ان هو بينظف التسوس وينظف العصب ويحشي العصب. ايه ده يا دكتور، طب بس هو حشو العصب في السن اللبني ده مش هيأثر على الضرس الجديد لما يجي يطلع؟ لا، لان احنا بنشتغل جوه الضرس اللبني فقط دون التأثير على الضرس الجديد في اي حاجه. هتقول لي يا دكتور طب وانا ليه اتكلف واعالج السن اللبني واحشيه؟ ما انا اخلع السن اللبني ما دام كده كده هيبدل ويطلع له ضرس جديد بدون تسوس وبدون حشو. وهنا حابب اتوقف عند النقطه دي وفهم ناس كتيره مش فاهماها، لان في ناس كتيره فاهمه ان انت لما تخلع السن اللبني ده معناه ان انت بتدي فرصه ان ضرس جديد يطلع، لان انت لما بتخلع السن اللبني قبل موعده ده مش بيعجل ابدا من خروج السن الدائم اللي تحتيه، لان الضرس الدائم له موعد هيطلع فيه سواء خلعت السن اللبني او ما خلعتهوش. هوضح لك الموضوع ده بمثال. يعني مثلا لو ده طفل مثلا عنده 5 سنين والضرس ده بيوجعه واحنا خلعناه، مكان الضرس ده هيفضل فاضي لمده 5 الى 6 سنين لغايه اما يطلع البديل بتاعه، والموضوع مش هيتوقف عند ان هو مجرد ان احنا خلعنا وسيبنا مكان فاضي، وانما ده هيؤثر بالسلب على كفاءة المضغ بصورة كبيرة، وكذلك الأسنان المجاورة للمكان المخلوع هتبدأ تقفل المكان، ولما تحصل المشكلة دي بنضطر نعالجها بالتقويم بعد كده. عشان كده لو ابنك عنده مشكلة في أسنانه أو عنده وجع في أسنانه ولسه بدري على الموعد التبديل للضرس ده، لازم تعالج السن وتحافظ عليه قدر المستطاع، إلا في حالة إن الضرس يبقى متهالك ومتكسر خالص، وقتها بنضطر آسفين إن إحنا نخلعه ونركب له حاجة تحفظ المسافة دي لغاية ما يطلع الضرس البديل بتاعه، ووقتها بنفكها.